السلام عليكم. نادي العين الإماراتي. هناك في الإمارات جميع الأندية أصدرت بيانات رسمية بتأييد فريق العين في مشاركته في كأس العالم للأندية، وفي اقتراح هناك إن يبقى في موسم انتقالات استثنائي يقدموا فيه أفضل اللعيبة إلى نادي العين عشان يشاركوا معاه في كأس العالم للأندية. وكمان في شركة صينية تولت رعاية نادي العين بمبلغ 20 مليون دولار. هنا في مصر بنلاقي النادي الأهلي العكس، المنظومة الكروية بتحاول تستفيد من النادي الأهلي، فبيظهر عقوبة عدم المشاركة في القمة بحوالي 200 مليون جنيه. ووزير الشباب والرياضة خرج علينا بتصريحات فيها إسقاط على النادي الأهلي بتبديد المال العام. ما شفناش التصريحات دي لما كان وزير للشباب والرياضة أيام مرتضى منصور، لما انسحب الزمالك من أمام الأهلي في مباراة القمة، ولا في عهد حسين لبيب لما انسحب لتاني مرة على التوالي قدام الأهلي. ما خرجش حد علينا واتكلم عن تبديد المال العام ولا إهدار المال العام. كابتن حسام حسن هو كمان خارج علينا ببيان انه في اجندة ودية دولية قبل كأس العالم، وان هو مش هيتنازل عن اي لاعب، وطبعا ده هيأثر على تركيز لاعيبة الاهلي في مشاركتهم في كأس العالم للأندية. كمان بنلاقي في أندية مسؤولين فيها بيخرجوا يقولوا ان الاهلي ما بيمثلش مصر في كأس العالم للأندية، وان الاهلي بيمثل نفسه. و الناس دي بنشوفها لما بيحصل مشكلة لناديها بتقول فين الدولة وفين مساعدة الدولة، على العكس من محاربتهم للنادي الأهلي وكرههم للنادي الأهلي. السلام عليكم.